حبيت بنت في علوم، بس هي كليتها في الفيوم مش هنا. بعد كده ارتبطنا، حبتني وحبيتها، وبقيت اروح لها الفيوم واسيب الجامعه واسيب محاضراتي واسيب كل حاجه وتسافر. والله كنت بروح لها الفيوم. المهم قعدنا سنه كنا بنتكلم وكنا حلوين قوي وكل حاجه، لحد ما انا جيت استغبيت بقى، يعني عملت اغبى حاجه في الدنيا. عملت ايه؟ انا كان ليا صاحب في الجامعه، يعني ده كان كل حاجه، اللي هو مثلا انا زي ليا اخ في البيت، ده اخويا في الجامعه. حصل بقى ما بيننا خلافات بسيطه بتحصل بين اي اتنين مرتبطين. اديته رقمها ان هو ايه، لما عشان هي كانت تروح تشتكيني لحد، انا ما بحبش ان هي تشتكيني لحد ده، قلت لها ده رقمه، ولما تحبي تشتكي اشتكي لده، ده اخويا، بدل ما تروحي تشتكي لحد تاني. قالت لي خلاص ماشي. وبعد كده جيت فتره كانت حالتي الماديه تحت الصفر، وكنت مش بشتغل وما كنتش بنزل الجامعه وكنا في الاجازه، فما كانش معايا فلوس انزل في يوم او اروح في حته او اقابلها اصلا. فكلمتني انت مش مهتم بيا، انت بقيتش تحبني، انت مش عارف ايه، انت. قلت لها والله انا بس عندي شويه ظروف وبتاع ومشاكل وربنا يفكها ونرجع زي الاول. فرحت اشتكي لصاحبي، فصاحبي قال لها خلاص انا هشوفه واكلمه. فكلمني، ايه يا ابني في ايه، مزعل الشخص دي ليه وبتاع. فحكيت له بحكم ان هو شقيقي وصاحبي وكل حاجه. يعني انت اللي قلت له؟ انا حكيت له ظروفي. راح جاي مسجل المكالمه وخلاها معايا، وبعد كده راح قال لها ايه، بصي هو مش بيحب. طب ليه ومش ليه؟ قال لها بصي سيبك منه، انا ليا واحد صاحبي تاني هبعت لك رقمه كلميه وشوفيه. قالت له ازاي تقول كده؟ قال لها والله سيبك من سيد، ده مش بتاع حب اصلا، سيد ده واخدك يتسلى بيكي. قالت له ازاي انت تقول كده ازاي؟ قال لها والله هو مش بيحبك، يعني المفروض ان انت اقرب حد ليه، المفروض ما تقولش كده. قال لها لا انا اللي بقول له. وراح جاي مديها رقم واحد صاحبه وخد رقمها ووزعه. كل ده انا ما اعرفوش. لقيتها سابتني كده، بلكتني وطلعت بره حياتي. فانا مستغرب، ارن عليها حطاني بلاك ليست، ارن عليها من ارقام اي حد من عندنا مفيش، برضه حطاني بلاك ليست، مفيش. لحد ما صاحبي ده جه اعترف لي، قال انا عملت كذا. اعترف لك؟ قال لي انا عملت كذا كذا عشان كنت شايف ان انت مش بتحبها وهي ما تستاهلكش وانت ما تستاهلش واحده زي دي. قلت له ازاي تقول كده؟ قال له والله زي ما انا بقول لك كده، انا عملت كده واديت رقمها لكذا كذا وكلمها وبتاع، بس هي ما قبلتش وبلكتني. زعلت وحاولت اكلمها من كل حته مفيش، وبعد كده اكتشفت ان هي اتخطبت. هي مش وحشه؟ لا هي وحشه عشان هي صدقت، بس الغلط كله عندي انا من الاول. يعني انا اللي قلت لها ثقي في ده، اعكل ده، كلمي ده، بس خلاص عشان انا كنت شايف ده مصدر اماني. انا كنت منهار، كنت كل ما اجي الجامعه كنت كل ما اشوفه اعيط. بعد كده لما هو عرف ان هي اتخطبت لقيته جاي لي بيقول لي انا ممكن اخد والدتي واروح لها البيت ونتاسف لها وان هي تقبل تفركش خطوبتها وبتاع. المهم هي قعدت سنتين ما اعرفش عنها اي حاجه غير ان هي مخطوبه وخلاص، لحد شهر 7 اللي فات فركشت خطوبتها ورجعت كلمتني. بس انا خلاص يعني هو ما بقتش عايز. لا ما بقتش احبها، يعني سنتين المفروض كانت ترجع لي، يعني على الاقل تسالني. وانا لحد دلوقتي مش مسامحه صاحبي ده، مش مسامحه ولا اقدر اسامحه. مش ان هو خسرني بنت، لا ان هو خسرني ثقتي، الثقه اللي انا كنت مديها له. انا كنت مديك ثقه مش مديها لاخويا. يعني الاول والاخر انت غلطان. لا انا معترف ان انا متحمل كل اللي حصل ده، بس لو جات لي فرصه تاني مفيش حاجه اسمها صحاب. مفيش اكيد، يعني مفيش حاجه اسمها صاحبي. انما فكره الصحاب فاشله، لان كلمه صاحبي دي كبيره، مش اي حد يقول عليه صاحبي. انت بتقول انت كنت منهار جدا. عملت موف اون ازاي؟ عاقبت نفسي. انت تستاهل كده، يعني ده نتج عن حاجات انت اللي وصلت نفسك لكده. انت لو ما كنتش وصلتها للشخص ده ما كنتش وصلت لكده، لان هي كانت شخص كويسه ومحترمه وبنت ناس وكل حاجه، ما كانش فيها حاجه. ما ترجعش تلومها. لا انا مش بلومها. لما خدت الكلام من صاحبي اللي هو المفروض ان هو مصدر الثقه، لازم تصدقه، لان انا اللي قلت لها صدقيه. عايز تقول ايه لصاحبك؟ انا بقول له الحوار عدى عليه 3 سنين، بس انا مش مسامحك.
انا مش فارق معايا ان خسرت مين، انا فارق معايا ان انا اتخذلت فيه. الثقه دي ما طلعت هوا. عرفت تثق في حد تاني؟ لا، اخويا ماشي، غير كده لا. مع ان اخويا اكبر مني بعمر، اللي هو ايه، مش قريب من سني، مش هعرف اقعد مثلا احكي له مشاكل العاطفيه. اخويا راجل متجوز وعنده مسؤوليات، بفضل كاتم جوايا. يا عم مش هحكي، مش هروح لصاحبي ده الاقي له ضعف حتى. ما تعبش ان انت بتكتم جواك؟ لا بتعب جدا، يعني دي مشكله كبيره ولحد دلوقتي مش لاقي لها حل. بس انا ما عنديش المنطق او الفكره ان انا اروح لحد هحكي له وهو يجي في يوم من الايام هيحافظ على سر. مش تعرف. لا خلاص، يعني اصل ده درس، واللي ما بيتعلمش من درس يستاهل ان هو يسقط. موافق اللقاء ينزل؟ اه اللقاء لو نزل ما ينفعش ينزل. تمام.